السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم كفتة الفراخ بالرز. قد ايه سهلة وبسيطة وطعمها في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله كده عملناها وسويناها. شايفين، لا فكت ولا انهرت ولا اي حاجة. يلا كده نشوفوا مقاديرنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو من صدور الفراخ. كمان هنزل على النص كيلو فراخ مفرومة بنص كيلو رز مسكته غسلته ونشفته في الشمس وطحنته بمطحنة الكمون. هنزل كمان ببصلاية متوسطة أنا مقطعاها، ممكن تبشريها عادي. معلقة كده من التوم المفروم. حزمة من الشبت على الكزبرة، حزمة صغيرة ما تكتريش. هنا بقى كمون على كزبرة بابريكا فلفل توم باودر بصل باودر بهار فراخ وبهارات مشكلة. رايحة اقلب كل ده على بعضه. بعد كده رايحة اخدهم افرمهم وش كده في الكبة. هتبقى معانا بالشكل ده. همسكها بقى، شايفين؟ بتمسكيها بقى تعجنيها بعد ما بتفرميها في الكبة عشان الأنسجة كده تتداخل مع بعضها وتديك الشدة دي. بعد كده طبق من الزيت وهبدأ بقى اعمل الصوابع. اعمليها الحجم اللي انت حباه، صغير كبير، اللي انت حباه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بنفس الطريقة بقى رايحة اكمل الكفتة بتاعتنا هتبقى معايا بالشكل ده. عملت على قد احتياجاتي والباقي حطيته في كيس وهدخله الفريزر. ممكن كمان تصبعيها وتشيليها في طبق، كل برن رقة ورقة تدخلي كده ورقة علشان ما يلزقوش في بعض، ورقة ستريتش. بعد كده بقى رايحة احمرها في الزيت. بعد ما تحمريها في الزيت ايديكي فيها على طول بقى كده علشان لونها يبقى موحد. بتسخني الزيت وتهدي النار وتخليها على نار متوسطة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد ما حمرنا الكفتة بتاعتنا يلا كده بقى نسووها. معايا هنا الحلة فيها فصين 3 كده من التوم. بتحمريها كده لحد التوم ما تصفر. تنزلي عليها بنص كيلو من الطماطم المفرزة او الطماطم الفريش. بتسيبيها بقى لحد ما تتسبك علشان انا عندي الطماطم متسبكة. ضفت لها كوبايتين من المية ورايحة اسيبها تغلي لحد ما تغلي. هبدأ بقى انزل بصوابع الكفتة بتاعتنا دي ورايحة اسيبها في حدود نص ساعة كده على النار. بسم الله ما شاء الله، لا فكت ولا انهرت ولا حاجة. بتسيبيها نص ساعة على النار. بعد كده بقى بتقدميها بألف هنا وشفا. شايفين قد ايه سهلة وقد ايه بسيطة. بسم الله ما شاء الله حبايبي. بكده لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.